الأداة المحورية فعلا هي اليقظة الذهنية المايندفولنس. المايندفولنس بنسمع عنها كتير. إزاي بتشتغل هنا بالظبط؟ ببساطة هي إن الواحد يدرب نفسه يراقب أفكاره ومشاعره وأحاسيس جسمه وسلوكياته، وهي بتحصل دلوقتي في اللحظة دي. بس الأهم، من غير ما يقعد ينتقد ويحكم عليها، مجرد ملاحظة كأنك بتتفرج من بعيد شوية. وإزاي الملاحظة دي بتساعد في كسر دايرة الاعتمادية وردود الفعل القديمة؟ لأنها بتخلق مسافة صغيرة، حتة فراغ كده، بين الموقف اللي بيحصل أو الفكرة اللي بتيجي وبين رد الفعل التلقائي اللي تعودنا عليه. المسافة الصغيرة دي بتدي فرصة للاختيار. بدل ما أرد بغضب على طول أو أحس بالذنب على طول، ممكن أختار رد فعل تاني يكون صحي أكتر ومناسب ليا دلوقتي. وده كمان بيشمل الانتباه للجسم نفسه. الكتاب بيتكلم عن إن الصدمات والمشاعر اللي كبتناها دي ممكن تتخزن في الجسم، فالاهتمام بالصحة الجسدية بيبقى جزء أساسي من التعافي النفسي. نقطة مهمة دي بتاعة تخزين المشاعر في الجسم.